لو انت طالب في ثانوي او داخل كلية وسألت نفسك النهاردة ايه اكتر مجالات ليها مستقبل وازاي اضمن دخل محترم من غير ما اضيع وقتي في مجال حرفيا ممكن يكون ميت وملوش اي مستقبل. فالنهاردة هنتكلم عن اهم 10 مجالات في المستقبل، هنشوف الفرص والمرتبات والطريق اللي ممكن تبدأ بيه. فيلا بينا. طيب احنا هنقسم كل مجال على جزئين، جزء هنتكلم فيه بشوية تفاصيل عن المجال ده، تمام، والجزء التاني هنتكلم فيه عن متوسط الربح في المجال ده. تعليم اللغة مش بس للمدرسين، ده مجال كبير قوي، ولو بتعرف انجليزي كويس او اي لغة تانية تقدر تشتغل في التدريس اونلاين او تعمل كورسات، تترجم كتب او افلام او تشتغل في شركات عالمية، او يوم ما تقول ان انا مش لاقي شغل هتروح تاخد شيفت في اي شركة من شركات الاتصالات في خدمة العملاء بتاعتهم، واقل مرتب هناك هيكون فوق ال10,000 جنيه، والربح بتاع المجال ده هيكون من 2000 لحد يوصل لحد مثلا 10,000 جنيه شهريا كبداية، ومع الوقت ممكن توصل لأكتر من كده بكتير لو كملت أو لو اتجهت ناحية الأونلاين. بصراحة المجال ده كتير بيستهينوا بيه، بس الحقيقة ان السوق محتاج التخصص ده جدا. اللي عنده المهارة فعلا وبيطور من نفسه كل شوية بيفتح لنفسه فرص عمل كتير في المستشفيات الخاصة او السفر بره، والربح في المجال ده ممكن يبدأ من 5000 جنيه ل 20 جنيه شهريا، وممكن تضاعف الرقم ده بسهولة عادي قوي. حاليا ده واحد من اسرع المجالات نموا في العالم. كل شركة دلوقتي محتاجة حد يحلل بياناتها عشان تطور من قراراتها، ولو اتعلمت اكسل فالطريق هيكون مفتوح قدامك، وحرفيا الشركات هتكون فاتحة دراعاتها ليك. الربح في المجال ده يعني بيكون بسم الله الرحمن الرحيم كده فتح كلام 8000 جنيه وانت طالع، ويا سلام بقى لو كملت كفريلانسر. مين فينا ما سمعش عن البرمجة؟ دي من أكتر المجالات اللي فيها شغل وفلوس، وكمان الشغل أونلاين فيها كتير جدا. أنت تقدر تبدأ بلغة زي مثلا بايثون أو جافا سكريبت، وتقدر تدخل مجالات كتير زي مجال الاصطناعي أو تطبيقات الموبايل. الربح في المجال ده ملوش سقف حرفيا، ممكن تبدأ ب5000 دولار، وخد بالك أنا بقول دولار مش جنيه، وعلى حسب خبرتك فتقدر تضاعف الرقم ده لأكتر من كده بكتير. ولو انت حاليا وصلت لحد هنا فانا افكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو ما كنتش عامل، وتستناني في فيديوهات تانية كتير. فتعال نكمل بقى. لو كنت من الناس اللي بتحب التصميم والبرمجة فالمجال ده ليك. تقدر تتعلم HTML أو جافا سكريبت أو CSS، وبعدها تدخل على الفريم ووركس. متوسط الربح في المجال ده بيكون على حسب العميل اللي انت بتتعامل معاه وعلى حسب خبرتك، يعني ممكن مشروع واحد يجيب لك من 2000 ل 10,000 جنيه، برضو على حسب العميل وعلى حسب خبرتك انت في الشغل اللي هتعمله. بص، المجال ده لسه جديد بس عليه طلب عالي جدا في المصانع وفي التعليم وفي الهندسة، وكمان مفيش فيه عدد كبير يقدر يغطي الطلب اللي عليه. فلو كنت عندك خلفية في الإلكترونيات أو البرمجة ده هيكون مستقبلك. وبجد الربح في المجال ده بيتحدد على الربح في المجال ده بيتحدد على الشغل اللي انت فيه، وبالتالي هتقدر تطلب المبلغ اللي انت عايزه، لأن الطلب على المجال ده بالذات قليل قوي. المجال ده بدأ يتشهر في الفترة اللي فاتت، وبرضه يعتبر من الحاجات اللي لسه الطلب عليها عالي. فلو عندك حس فني شوية الجرافيك هيكون كنز ليك، وحرفيا ممكن يفتح لك مغارة علي بابا من حيث بقى تصميم لوجوهات، سوشيال ميديا، اعلانات، بوسترات، كله مطلوب في السوق. الربح في المجال ده ممكن يبدأ من 1000 جنيه للعميل الواحد وتوصل ل10,000 جنيه أو أكتر، ده على حسب مهارتك انت طبعا. المجال ده كان زمان الناس بتخاف تدخله، لان زمان كان الطبيب النفسي حاجة مش معروفة ابدا ولا حتى مشهورة بين الناس، انما بعد ظهور بقى السوشيال ميديا والانفتاح اللي حصل فبدأ الناس يعرفوا ان المرض النفسي ده هو يعني زي اي مرض ليه دكتور وليه علاج. وحاليا الوعي بالمجال ده بقى كبير جدا، وناس كتير بتدور على معالج نفسي. فلو درست المجال ده اكاديميا وطورت نفسك فيه فرصك هتكون كويسة، وهتقدر تشتغل سواء اونلاين او في العيادات. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة، الربح في المجال ده من 150 ل 500 جنيه
مش في الاسبوع ولا في اليوم، ده في الجلسه الواحده، وعدد الجلسات ده انت اللي بتحدده. فشوف بقى انت ممكن تطلع منه بقد ايه. ناس كتير بقت بتحب الحيوانات الأليفة، والمجال بقى مطلوب في العيادات أو شركات الأدوية البيطرية. في مجالات كتيرة متاحة من كلية الطب بيطري. ولو عايز تعرف عن المجال أكتر فهتلاقي هنا بودكاست احنا لسه مصورينه مع دكتور طارق، وهيكلمك فيه عن كل حاجة تخص الطب البيطري وحواراته. ولو الدنيا زنقت معاك خالص تقدر بالشهادة بتاعتك تفتح صيدلية أو مركز رعاية. والربح في المجال ده بيتحدد على حسب الشغل بتاعك انت، وعلى حسب خبرتك في المجال اللي انت اخترته وكملت فيه. ده واحد من المجالات الأساسية في مصر، تقدر تشتغل في معمل أو تفتح معملك الخاص لو كان معاك ترخيص. وحاليا بدأ يكون في تحاليل للحيوانات الأليفة كمان، فهتستفيد من ناحية البشر أو تحاليل البشر، وكمان من ناحية الطب البيطري. والربح في المجال ده ملوش سقف، بيبدأ من أول 5000 جنيه ل 15000 جنيه أو أكتر، وده طبعا مع الوقت والخبرة بتاعتك في المجال. خلاص يا حبيب اخوك ان كل مجال فيهم ليه فرصة وفلوس، بس محتاج منك شوية تعليم وشغل وشغف حقيقي تجاه الحاجة اللي انت حاببها. ولو انت في ثانوية عامة او خلصت الثانوية، فالثانوية دي مش اخر الدنيا ولا اخر الطريق بجد. ابدأ من النهاردة حتى لو كانت خطوة بسيطة، لان المستقبل مش هيستنى حد. ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتعمل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بننزلها. خد لك لفة كده في القناة وبس كده. اشوفك المرة الجاية على خير ان شاء الله. سلام.